اليوم غنشارك معكم هاد الحلوه اللي كتجي رائعه بزاف، حلوه كاوكاو او حلوه الشماليه اللي كنحماقوا عليها كاملين. غير هي انا هاد الحلوه درتها بلا كاريطيه. في الاصل ديالها كنكونوا كنلويو عليها واحد الورق خاص بها. المهم هنا ندوزو للمقادير اللي هما ساهلين وبساط. كاس ديال السكر كلاصي، كاس العنبه، غنضيف ساشي ديال الفاني، كاس العنبه ديال الزيت، وراس معلقه ديال القرفه. المهم هنا ضفت الكل. هنا عندي كاوكاو اللي محمر ومطحون بقشورو، عندي رابعه ديال الكاوكاو. غنمزج الكل على هذا الشكل، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. المهم الدقيق كيبقى على حسب الخليط، كنضيفوه شويه بشويه، ما كنديروش دفعه واحده. بالنسبه للمبتدئات غير كنديروا غير بشويه بشويه، وحنا كنشوفوا القوام ديالو. المهم الحلو بحال الحلوه اللي كنديروا دائما. الحلوه دائما ما كتكونش قاصحه، ما كتكونش جاريه او لا كتلصق باليدين. المهم على هذا الشكل القوام ديالها راه واضح في الفيديو. وهنا كنبداو نشكلوها اصابع اولا هكذا. المهم كتكون اصابع طويله على هذا الشكل. ممكن تشكلوها دوائر، المهم داكشي كيبقى على حسب اختياركم. هي في الاصل ديالها كتكون اصابع على هذا الشكل هذا، ومن بعد ما كطيب كندوزوها في سكر كلاصي وكنديروها في داك الكويرطات. المهم هنايا راه كان غادي نديرها هكذا على هذا الشكل صبيعات. ما تيكونوش طوال وما تيكونوش قصار. المهم كتجي شويه عامره. كنستمر حتى غنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. كناخذ لاطا وكندهنها، وضروري في هاد المرحله كنكون سخنت الفران، كنسخنو على عافيه اللي عاليه. من بعد عاد كنقص ليه، من بعد ما كنحط اللاطا كنقص هنا. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، راه هاد الحلوه ما كتكونش فيها الخماره، كيكونوا فيها غير هاد المكونات. المهم ان العجينه تكون مجموعه باش ما تسيحش ليكم. صافي هنا راه غادي نحطها في الفران. بعد ما كملتها غنقص. ضروري تنقصوا العافيه، لان كتكون العافيه مجهده في الاول. ملي كنحطوا لاطا خاصنا نقصوها. وهنا من بعد ما طابت كنشعل عليها الفوق، كتحمر شويه على هذا الشكل هذا. صافي كان هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما خرجتها من الفرن غادي نوري لكم واحد الوحده. شوف راه كتجي مشقه وكتجي هشيشه، ولا بدا منين نخرجوها من الفران نخليوها حتى تبرد. الا قصناها وهي سخونه راه كتشتت لكم وغتخسروها. كنخليوها حتى كتبرد مزيان، عاد نقدروا نقيسوها. وديك الساعه كناخذوا سكر كلاصي وغادي نفندوها فيه على هذا الشكل. ضروري اننا نمرمدوها هكذا على الوجه ديالها. المهم كنفندوها كامله على هذا الشكل هذا. صافي هذا هو الشكل ديالها، راه واضح مزيان. كنفند كاع هاد الكميه اللي عندي. غير هي الا كانت سخونه راه كتعرق وكيذوب داك السكر كلاصي. لابد انها تتبرد، وعاد باش ما كتخسرش لينا الشكل ديالها. كان هذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا ديال اليوم. كتجي رائعه وكتجي كتذوب في الفم وكتجي لذيذه بزاف. من الحلويات التقليديه المغربيه والحلويات ديال زمان، ومعروفه عند الناس ديال الشمال كيديروها في داك الكويغطات وكيحضروها حتى في الاعراس والمناسبات ديالهم. كتجي لذيذه مع داك الكاوكاو، كيعطيها واحد المذاق اللي زوين بزاف مع المذاق ديال القرفه. صافي كان هذا هو الشكل ديالها. راه كتخرج واحد الكميه لا باس بها، كتخرج واحد الكميه وافره. ولو ان الكاوكاو غير رابعه راه كتخرج لينا هاد الكميه، راه تبصيل عامر. صافي كان هذا هو الشكل النهائي. شوفي كيفاش كتجي، راه كتجي مشققه وكتجي لذيذه. غاد نحطها معكم هكذا في التبصيل وغتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كتجي رائعه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لي لايك والاعجاب ديالكم بالصفحه. كنقدموا لكم دائما المزيد من الوصفات. وشوفوا معايا الشكل ديالها النهائي. شوفوا كيفاش راني عطيتها، كيفاش كتبان من الداخل. كتجي مرمله. بصحه وراحه. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.